بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. معكم محمد البشير مبارك من الصحراء الغربية المحتلة من لدن جارها المغرب. اليوم هو 6 يناير 24. الحديث اليوم إن شاء الله سيكون حول حراك الشعب المغربي الحر المبارك هذه الأيام، الذي يزداد يوما بعد يوم، وله أسباب كبيرة ويعني عميقة في آلامها ومأساتها وويلاتها. أعزاء في المغرب، يا أحرار المغرب، كفى حقرة، كفى تثبيط للشعب الذي لا يستحق ذلك، كفى يعني استعباد وعدم يعني طرح الحساب للشعب من طرف النظام البائد الدكتاتوري المتصهين المطبع مع الصهاينة، والذي باع كل شيء يمتلكه المغاربة لهذا الكيان الصهيوني تعاونا معه وتآزرا له ضد إخوتنا ودمنا ولحمنا في فلسطين. على بركة الله الحراك يستمر ويزداد، وتحفيز الجيش لا بد منه. حفزوا جيشكم يا إخواني، وحوزوا إلى جانبكم ليدافع عنكم ضد كلاب النظام الذين هم دائما ينبحون وراءه وأمامه، وهم الشرطة، وهي أبناء الشعب المثبطين الذين لا حق لهم تقريبا في خيرات البلاد الهائلة، إلا أنهم كلاب ينبحون هكذا، كأنهم ينبحون ويدخلون الخطر بدون مقابل من أجل هذا من أجل هذا النظام الشرس الدكتاتوري البائد لا غير. لماذا لا ينضموا إلى شعبهم مثل ما فعل الجزائريون في حركة 2019 الذي أنقذ الجزائر من الهاوية والتثبيط والانهيار، لما أمر الدكتاتور قوات الأمنية بقمع الشعب، إنهم لم يفعلوا ذلك، بل في الغالب حافظوا على أمن شعبهم في المظاهرات الكبيرة الضخمة التي شارك فيها تقريبا الشعب الجزائري كله. ولماذا لا يكون البوليس المغربي هكذا؟ لا نراه إلا يقمع وينكل ويذلل أمرة لسيده الذي لا يريد خيرا لهذا الشعب. الأعزاء من أحرار المغرب، والله هذا الشيء والله كما يقال تدمع له العيون، يعني تدمع له القلوب وتدمع له العيون لما يقع في المغرب من عدم طرح حساب للشعب، كأنه عبيد مشتري بالمال، وكأنه عبيد مشترين بالمال. تطبق المدونة التي هي مدونة صهيونية كافرة، مدونة نتنياهو ماكرون وترامب،
تطبق على المغرب وبدون استشارة الشعب ولا طرح حساب له أبدا، وهو شيء كبير وكبير جدا. لا يمكن أن يكتفي البرلمان بالتصويت عليه ولا حكومة ولا، هذا شيء أكبر منه بالكثير. هذا شيء لا يقدر على التصويت عليه وشرعيته في الرفض أو القبول إلا الشعب، لأنه شيء يعني المجتمع، والمجتمع هو الشعب. وأما العصابة فهي باعت واشترت في هذه المدونة لكي تطبقها على ظهور المغاربة وهم كارهون. القضية يا أخواني ليست قضية مصلحة ولا ضبط القوانين ولا ردع كل ما هو سلبي في ما يحصل للشعب ولا للبلد. لا، قضية ليست كذلك بالنقيض تماما. قضية بيع وشراء من طرف النظام وأصحابه كما قلت لكم. القرون الثلاثة الأساسية للعنة والكفر وكره الإسلام وحرق المصاحف وإهانة نبينا محمد، هذه القرون الثلاثة هي معروفة بعداوتها للإسلام وتوليها للماسونية الصهيونية. يعني ليس هذا فقط، بل العمل من أجل تدمير الإسلام وعقليته وقدسيته أينما كان. وهم أنتم تعرفونه وقد ذكرتهم لكم مرارا، ولكن لا بأس أن نذكر بأسمائهم كما قلت بعد قليل أو قبل قليل، وهم اللعانة الثلاثة: نتنياهو، ماكرون، ترامب. هذه المجوس هم الذين باعوا واشتروا مع النظام المغربي، وليسوا وحدهم، هم ومن يجرونه من أعداء الإسلام في هذه الدنيا كلها. وطبق هذا يا نظام المغرب وعصابته وربوته، ونحن نضمن لك البقاء في الكرسي بتدريب الأمن والتسليح، وإذا اقتضى الأمر إرسال المرتزقة وما اسم ذلك لبقائك إلى الأبد على الكرسي، كرسي القمع، كرسي الدكتاتورية، كرسي الحقرة، كرسي المحايم، كرسي غلاء المعيشة، كرسي البطالة للشباب التي وصلت تقريبا 30%، كرسي الشوهة، كرسي العاهرات، كرسي لعب الأجانب من الخارجية وغير في بنات المغرب وفي بلده. كل من لديه أموال كثيرة يدخل إلى المغرب يفعل ما يشاء من إهانة أبنائه وبناته وفعل الحرام وغير ذلك. يعني يا أخواني شيء لا يحسى ولا يعد من الويلات والشوهة والمحن. تمام. ولا ينفعكم في هذا يا أخواني إلا التضحية. أحد شعار الربيع العربي في الإنقاذ، يعني في الإنقاذ الذي لا نرى عنه في بعض الأحيان أي حياد، وهو إما أن نكون أو لا نكون. تضحية من أجل إما أن نكون أحرار نعيش
الحق والعدل والمساواة والديمقراطية، أو شهداء عند ربنا نرزق. هذا هو الإنسان يا إخواني. والخوف الذي كان ينتابه الكثير من المغاربة، وهو لعنة ورذيلة، أن يكون الإنسان يخاف من سجن صغير وهو في سجن كبير دائم، وهو المغرب الذي هو اليوم سجن كبير لمن يتفطن للحقيقة. وأنا أوصيكم يا إخواني، ثورة ثورة ثورة، وعرف بكرة أبيكم، هبوا كرجل واحد. ونحن الصحراويين كمدرسة معكم، وأنتم تعرفون الصحراويين كم ضحوا وكم جاهدوا، كم واجهوا هذا النظام حتى قهروه. نحن اليوم في الأرض الصحراوية المحتلة، ولا تنجعزوا من هذه الكلمة سبب العواطف ونزوة الشيطان واللعنة والظلم. نحن شعب مسلم صغير، حقر علينا الحسن الثاني الطاغية الذي لا أظن أنه سيرحم، بل هو من رواة جهنم الكبار، ومن يتبعه ويسير في اتجاهه، ومن كذلك يظن أن الصحراء المغربية ظلما وعدوانا بعد أن حررها شعبها في مدة طويلة تجاوزت 70 سنة من الكفاح المسلح والمظاهرات والقمع والقتل والتشريد من لدن الإسبان، ولم نجد من النظام المغربي إلا معونة الإسبان علينا في كل شيء، واللعنة على من كانت هذه صفته. وبذلك يا إخواني غزو النظام المغربي البائد اللا شرعي، لا في الصحراء ولا في المغرب، هو جور لعنة. ولكن نحن إخوة، نحن والمغاربة الأحرار إخوة، وهم الذين يؤيدوننا لحقنا في تقرير المصير. الله ينصرهم ويأيدهم، ينصرنا وينصرهم يا ربي على هذا النظام البائد. ويعني وربي نطلب من الله، وأنا اليوم صائم ولا أفتخر عليكم بها، أنني كثيرا ما أصوم يوم الاثنين والخميس، ولا يجب أن تحسب هذا تفخر أو أنانية، بل هو تطبيقا لما أنزل الله، بأنني أعتبر وهي الحالة كهذه، أن من هداه الله على صوم التطوع واتباع طريق سيدنا محمد في هذا الصيام الذي كان يصوم الاثنين والخميس، من يهديه الله لهذه الطريق فهداه الله لنعمة كبيرة. ورب سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. وإذا حدثت بنعمة الله التي أنعم عليك بها، وكأنك شكرته وعبدته عليها. هكذا يا إخواني، أخبار كل احنا بالحسانية أو تثبت أخبار، أو بمعنى آخر دليل يدلنا على دليل آخر، ونقول أن الشعب المغربي نحن وإياه، الشعب المغربي الحر نحن وإياه سواسية. وعندما نسقط أنظمة الذل والعار، مشكل الصحراء شنو هو؟ مشكل مختلق من طرف أنظمة الديكتاتورية اللاعنة. نجتمع باللعب والضحك والأخوة والتضامن يعني مجتمعات جمعها الله بفضل الربيع العربي، ونسوي هذا المشكل في حل نحن نحضر له منذ زمان، وهو الكونفدرالية بين المغرب والصحراء كنظام الاتحاد الأوروبي تماما، نأخذ منه نسخة ونطبقها فيما بيننا، وهو حل يرضي الجميع، فيه
الاستقلال لمن يريد الاستقلال، وفيه الوحدة لمن يريد الوحدة، وليس هذا تقليدا أو تبعية عمياء للاتحاد الأوروبي. لا لا، نحن مسلمين ومستقلين في رأينا وفي ديننا وفي ربيعنا العربي، ولكن هذا لا يمنعنا من أستفيد من الأمم الأخرى استفادة جميلة شرعية يعني تأتينا بالخير وبما نريده من استقامة وتحقيق مراد، ويعني ابتعاد كل ما هو سلبي وأخذ كل ما هو إيجابي إن شاء الله. وأقول للشعب المغربي يا أخواني تحركوا، يقولوا إحنا بالحساني هذا ما تلعقبوش والو حوار، هذا نظام زاز الكركرة ما في. وهذا لا تفهمون هذا المصطلح الحساني لأنه يقول الحوار زاز الكركرة. الناقة عندما تلد أصعب ما ترى هو كركرة الحوار، يعني الحوار هو ولد الناقة عندما يخرج من بطنها، يعني الكركرة ما هو كان المغاربة العرب ولا الصحراء كلهم يعرفوا الكركرة، ولكن المغاربة ربما اسمحوا لي بعضهم لا يعرف معنى الكركرة، وهي العضو الذي يكون في صدر الجمل أو في الإبل، ما يسمى يعني الإبل، وهو مارق يعني صعب. عندما تلد الناقة تتوعى كثيرا قبل أن يخرج هذا العظم أو هذا العضو. وأنا اسمحوا لي عندما أتكلم بحماس تكثر السعال وخرخشة. ولكن هذا شيء ولله الحمد فيسيولوجي لا ضرر فيه، وهو شيء عادي، وأنا صحتي بخير وعلى خير والحمد لله. نعم، هذا العضو أو هذا العظم الذي يتوسط الجمل وفي صدره تماما، عندما يخرج قبل أن يخرج يكون صعب، يعني تكاد الناقة أن تموت من الألم حتى يخرج. وعندما يخرج لا يبقى إلا رجلين وشيء، يخرج بسهولة وترتاح الناقة. هذا هو عندما حوار زاز الكركرة، بمعنى أن ألامه وويلاته وما يعاني منه ما يسبب للشعب المغربي من، نقولوا احنا بالحسنة من شيء السعد، سوء السعد، زاز الكركرة يعني تخطى القياس، تخطى الحساب، ما تلاقي قد يصبر عليه. لا يستطيع المغرب من الآن أن يصبر على هذا من التلاعب والحقرة واللعنة والغباوة. وأنا أرى أنه فعل سكراء سكرين لا غير. لا ينفع إلا ثورة، إما النصر أو الاستشهاد. السلام عليكم، لا تخافوا دركا ولا أي شيء. الموت، الاستشهاد في سبيل الله، عند ربكم ترزقون، أو تحرروا البلد وترتاحون، يصبح الشعب سيد، حكامه خدامه، وتبدأ صفحات خضراء بيضاء جميلة بدل الصفحات السوداء الوسخة للنظام. ولا تبقوا تخافوا يا إخواني من البوليس ولا المخزن، لا نعلموه ما طلع عندهم والو. أنظمة الذل والعار ديكتاتورية التي لا زالت منها بقايا وسخة نتنة في كل من أنظمة الخليج اللاعنة ومصر والمغرب. وهناك شك كبير في حكام الجزائر، تبون وسميث وما شابه له، وزمرة بوليساريو الحاكمة بقيادة إبراهيم راخيس أو إبراهيم مكروه ديكتاتوري الذي
يحكم المخيمات والجمهورية الصحراوية في المنفى وبيد من حديد وبفكر ديكتاتوري متطرف يتبع تماما للصف الديكتاتوري اللعين بزعامة بوتل القتال ولكن عندما سقط أقوى وأكبر وأكثر تسليح وأكثر نار وكيمياوي ومحرم في سوريا، والذي كانت تقف مع روسيا الأقوى في العالم بالتسلح، وهذه الدول الدكتاتورية هي أقوى تسلح، وذلك التسلح تخسر عليها أموال باهظة من أموال الشعب من أجل تقوية النظام ليبقى دائما على الكرسي، لأنهم هما لا يعبدون الله ولا يؤمنون به، لا يعبدون إلا الكرسي والإيمان بالبقاء إلى الأبد. هذا هم الدكتاتورين اللعنة، ومنهم نظام المغرب والسيسي ونظام الخليج، أنظمة الخليج كلهم لعنة. وتكون هناك شك حتى في النظام الجزائري هو ربما يكون هكذا، ونظام الجبهة، ولعنة الله عليهم جميعا. يا ربي اسقطهم عاجلا قريبا. ولا تخافوا يا إخوان المغاربة، لم يبقى لهم شيء والله. كانوا يعولون على القوة وتخويف الشعب، السلاح والعسكر والقوة، واليوم حقروها. شوفوا القوة اش دارت. لو كانت الزول هو القوة تنفع أو تزيشي لنفعت بشار. انظروا كيف سقط أمام مقاتلين ضعاف ليست لهم أسلحة تذكر ولا يدعمهم أحد إلا رب العالمين. شوفوا كيف انتصروا. النصر يا إخواني من الله ومن الإيمان بالله والعبادة الخالصة والدعاء والتضحية التضحية التضحية التضحية، الجهاد في سبيل الله. شهيد يرزق عند ربي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. هذا شكون الدنيا قاع شنية؟ إذا بقيت ديما الحياة الأبدية ترزق عند ربك اش بغيت، أو تحرر بلدك ويصبح حر يا إخواني. إذا عبدت عبادة مقبولة وإلا صدقت صدقة مقبولة، لأن الحق استدب والخير وعبادة الله وطرد الصهاينة والتطبيع معهم واللعنة التي تسير عليها النظام. يا إخواني هذا الشيء راه إلا تميتوا هك، إلا بقيتوا هكا مغاربة، هذا الشيء يزلزل العرش الملكي، غادي يزلزل وتشوفوا كاملين صباح المغرب كله خوار كان. إلا بغيتوا ساكتين على هذا، لأن السكوت قبول. ومن يؤيد النظام المغربي على احتلاله للصحراء راه لاعين، راه هو العياش، هو المغربي العياش المثبط اللاعين الذي لا يساوي شيء، لأن الشعب مظلوم. وقلت لكم ولكن عند إزالة هذه الأنظمة سنطبق الخير بيننا والمحبة وهكذا كما قلنا. لابد يا إخواني من الآن فصاعدا أوصيكم لله تحركوا كما كانوا الصحراء يتحركوا. نحن هون في الأرض المحتلة قهرنا هذا النظام، ما تلاقي يقول لا شيء ولا يعدل شيء، وكان له ليس موجود، والحمد لله. وهذا نصر كبير للشعب المغربي الحر. واعلموا أن تحرير الصحراء ونصرها وقهرها للنظام هو في صالحكم تماما. قهر النظام، قهر الصحراوي للنظام في الأرض المحتلة هو قهركم تمالوا، لأنه شيئا فشيئا سيعم. نصر الصحراويين هو نصر المغاربة الأحرار، تحرير الصحراء هو تحرير المغرب الحر. لا تقولوا شيء غير هذا يا إخواني، ولا تذهب بكم إغراءات يعني كذيب النظام وتضليله من أجل بقائه في الكرسي. هذا هو الذي يطمح له دائما، ولا يهمه تدمير المغرب أو الغلاء أو الشوهة أو تطبيع مع الصهاينة أو
تدعيم الصهاينة بالسلاح وكل ما هي ضد إخوتكم في فلسطين، هذا لا يهمه. كل هذا من أجل أن يبقى في الكرسي إلى الأبد. طلت عليكم، وأتمنى أن يكون كلامي هذا خير وتغيير لهذا من أجل الحق ودمغ الباطل. وقل رب ادخلني مدخل صدق وخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين.